يا بنات عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. انا ريهام احمد ودي قناتي، فلو لسه اول مره بتشوفوا قناتي يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه من علامه الاشتراك اللي هتظهر لكم تحت الفيديو باللون الاحمر. اضغطوا عليها هيطلع لكم 3 خيارات، اختاروا اول خيار فيهم وهو الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد بوست جديد لايف جديد على القناه قلب اختك يوصلك اشعار بيه. اول ما انزل الفيديو تدخلي كده تنوريني باحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي وتفضلوا سندي كده طول العمر بعد ربنا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي احلى اخوات وصحاب في الدنيا يا رب. النهارده بقى فيديو جديد، ادخلي برجلك اليمين يا قلب اختك وحطي اللايك الجميل بتاعك اللي انا بستناه كل فيديو، هستنى تعليقاتكم المشجعه اللي انا بستناها برضو. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده صاحيه متاخره، يعني صاحيه حوالي الساعه 4:30، وزي ما انتم شايفين المطبخ يضرب يقلب. المطبخ ده زي ما هو كده بقاله يومين. المفروض ان انا كنت رايحه معزومه عند ماما امبارح، وسبت المطبخ كما هو عليه لان انا كنت متاخره وماشيه متاخره وكده. فسبت كل حاجه وقلت لما اجي بقى ابقى ايه، اظبط ده كله واظبط دنيتي. جيت بقى تاني يوم نمت بقى ومش قادره اقوم من مكاني. طبعا انتوا عارفين بقى العزومات بتبقى متعبه جدا. ماما بقى تعبانه اليومين دول، فانا لو انا واخواتي اللي عملنا العزومه هناك ما عرفتش بقى ان انا اصور لكم بقى من ضغط اليوم. الوقت مش مساعدنا اساسا ان انا اصور لكم ولا اعمل اي حاجه. عارفه ان انا متاخره معاكم في الفيديوهات وما بنزل لكمش فيديوهات على طول، ومش مستمره في تنزيل فيديوهات والقناه هتقع يعني. عارفه ان انا كل حاجه متكدسه فوق دماغي كده، بس معلش معلش يعني كل حاجه بتيجي بوقتها. فالمهم كنت سايبه المطبخ يضرب يقلب كده زي ما انتوا شايفين، وكان عندي شويه المشتريات دول، وكمان جبت التموين من عند ماما واحنا جايين، يعني بجيبه من عند بقال كده من على باب الشارع من على الناصيه بتاعتها. قلت اجهز نفسي بقى واجهز مطبخي كده من قبل ما اقف فيه، لان كمان ايه مش هعمل فطار النهارده، ماما كان مدياني فطار وانا جايه. فروحنا اتعزمنا وجبنا فطارنا كمان تاني يوم. ربنا يخليك يا ماما ويبارك فيك، اللهم امين ويديك الصحة. فدي شوية مشتريات كده كنت جايباها، جوزي جاب لي نصها الصراحة، وانا التموين جبته، يعني الزيت والمكرونة دول جوزي اللي جابهم لي، وانا كنت جايبة التموين كده وانا جاية في الطريق. وعندي حاجات بقى لازم تتظبط كده، المطبخ عاوز يتظبط شوية تظبيط فيه شوية حاجات كده. قلت بقى اجهز الضلفة بتاعت الخزين دي، لان الضلفة دي اساسا مش مساعياني في الحاجة. الخزين بقى كتر خلاص في الشقة هنا. بمعنى بقى ان انا لما كنت مع حماتي في عيشة كان الخزين ده كله بيبقى فوق، فما بيبقاش اساسا في حاجة خالص في الشقة ان انا احطها. فلما نزلت بقى وبقيت في عيشة لوحدي وكده، فلازم ضلفة بقى للخزين وكده. فكل شهر بجيب كمية على قدي، خلاص عرفت النسبة المحددة او الكمية اللي انا بستهلكها كل شهر. ولما بلاقي بقى عروض، جوزي يلاقي عروض في اي حته يجيب لي كده يعني. فالدنيا بقت ماشيه على كده، فلازم ضلفه خزين. الضلفه دي كمان مش مسعياني، اللهم بارك الحاجات يعني كتيره، والضلفه دي مش واخده. فانا هشوف كده لو عرفت ان انا اشيل الادوات الكهرباء من فوقيهم، الاجهزه الكهربائيه دي، واعمل الضلفه دي كلها فوق وتحت خزين. لكن انا شايفه ان هتبقى عاليه عليا قوي، يعني انا دي بطولها بالعافيه زي ما انتم شايفين كده، انا بتسلق عشان اشوف الحته دي. فبفكر ان انا اعمل الضلفه اللي هي ايه جنبيها دي، فيها دور تحتاني كده، انا بطوله يعني بيبقى حلو مناسب لطولي. لكن الحاجات العلو دي ما بحبهاش الصراحه. هنا حطيت الزيت بقى، وما قلتلكمش على اسعار الزيت. جوزي جايبها لي الازازه ب54 جنيه، اللي هي اللتر الكامل كامل، لقى عروض عليها وكده. وجاب لي المكرونه مش فاكره الصراحه، كان جايبها ب17 ب14، فانا مش فاكره الصراحه يعني. والتموين بقى انتوا عارفين بقى التموين. وحطيت هنا فضيت شويه رز كده كانوا عندي في العلبه، فحطيتهم هنا عشان الدنيا تبقى هاديه شويه. ورصيت بقى الملح والحاجات اللي زي دي. هنا برضو الجزء ده بيتكعبل مني بسرعة. ليه بقى؟ لان انا حاطة التوابل فيه. التوابل انا حطاها في اكياس ليه؟ لان ايه، مثلا توابل فراخ مشوية، توابل اللي هي بتاعة المحشي، الحاجات دي. فبحب ان انا ايه ابقى عارفاهم كده ويبقوا بعاد عن التوابل التانية، لان بيبقى ريحتهم منفذة قوي، ممكن تكرف لي اي حاجة. فانا حطاهم في الضرفه دي. حاطه بقى ايه زي ما انتم شايفين كده الفول، اللوبيا، الحاجات دي، لان الضرفه مش مسعياني اللي هي فوقيها.
فلما اعمل ضلفة تانية بأمر الله كل ده هعمله في علب كده او براطيم واحطها، هيبقى احسن لي يعني، واحسن في الترتيب وفي الشكل وفي كل حاجة. تمام. هنا بقى قلت اخد الرخامة كده غسلة حلوة، بحيث كانت متلحوسة كده وكان عليها بقع، فقلت اغسلها كده وانشفها وتبقى كده تمام التمام. خلاص بقى غسلتها غسلة متينة كده ونشفتها، هي كانت نظيفة، لكن الجزء اللي هو بيبقى باين ده لان بيبقى جنب الحوض فبيتبقع بسرعة، شوية مية بقى اي حاجة تلزق عليه، فبيبقى يعني ايه البقع ليه بتبقى سهلة، فاهمني؟ هنا بقى يلا نظبط التظابيط بقى ونظبط الحوض ده، لان الحوض عندي المواعين دي زي ما قلت لكم بقالها يوم في الحوض، يعني هي مثلا يعني النهارده مثلا سحرت اهو، تاني يوم الصبح قمت ماشية عند ماما، فاصبح المواعين بتاعت السحور كانت موجودة في الحوض فما اتغسلتش، فغبت يوم كامل عند ماما، وجيت بالليل من عند ماما، الارهاق بقى بتاع الشغل وكده فنمت، فكده يعني ايه، يعتبر كده يوم كامل بالظبط في الحوض، شوية مواعين بسيطة كده، لكن هو بس ايه الكسل هو اللي بيعمل ده كله. والله العظيم انا يعني ايه بحاول بقى ان انا اخلص الفطار، اغسل الطبقين بتوع الفطار، اخلص السحور اغسل الطبقين بتوع السحور، لكن بيجي عليا وقت ان انا ما ببقاش اساسا قادره اتحرك من الارض. ليه بقى؟ الفتره اللي فاتت برضو كان ضغط عليا كبير جدا 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 فوق ما تتخيلوا، يعني العزومه اللي انا عملتها عندي على قد ما انا كنت فرحانه وانا عاملاها ووقفت يومين ثلاثه وانا بعملهم، وتجهيزات بقى قبلها بيومين، ويوم كامل كنت واقفة في المطبخ، لكن الإرهاق ده بقى بيبان، طبعا انتوا كلكم عارفين الكلام ده، الإرهاق بقى بيبان تاني يوم، يعني أخدت يومين كده عاوزة أنام في السرير مش قادرة أتحرك من مكاني، فكان تعب وإرهاق بقى، وجسمي كده تحس ان هو محلول من كتر الشغل وكده. فالحاجات دي هي اللي بتأثر عليا بس، وبتخليني ان انا مركزش في شغل بيتي مثلا، ان انا اعدي حاجه من زي دي تعدي مني، يعني ان انا اسيب مواعين بايته في الحوض، الحاجات دي كلها. وساعات بيجي علينا وقت كلنا، مش هقول لكم ان انا مثاليه والطبق اللي يتوسخ يتغسل والمعلقه اللي توسخ تتغسل، لا، بيجي عليا وقت كده اسيب الحوض معفن، اسيب المطبخ معفن، زيكم بالظبط. الحاجات دي كلها ان انا لو حد حتى طلع قال لكم لا، مطبخي على طول نضيف ومش عارفه ايه، ده كله بيبقى تمثيل اساسا، عباره عن تصوير. انا لما ببقى عامله الحاجه بطلع اقول لكم انا عامله هذا، يعني زي ما انتم شايفين كده، بطلع بعبلي بكل حاجه اقول لكم عليها. هنا بقى وقفت قدام الحوض، كان عندي صوبيا برضو كنت سايباها، يعني انا كنت سايبه الصوبيا، اخدت منها كوبايه لمودي يشربها، لان ما عندناش حد بيشرب الصوبيا غير مودي، فاخدت له كوبايه كده وسبت الكيسه زي ما هي كده على الطباخه، فكبت لي بقى على زي ما انتم شايفين كده على اللي هي البتاعه دي اللي احنا بننشف عليها، اسمها ايه؟ بصوا الكلام بيتوه مني، ايه فظيعه، انا فظيعه في النسايه جدا. المهم اللي هي الصفايه بتاعت المواعين دي، فقلت اغسلها الاول علشان الصوبيا اللي فيها دي، وعشان لما احط المواعين بتاعتي تبقى نظيفه، وغسلت مكانها من تحت بقى الحوض كده، وهشطف بقى ده كله علشان ابقى شغاله على نظافه. كده بقى كنت خلاص نشفت مكان الصفايه، وحطيتها بقى وبدات ان انا اغسل مواعين واحده واحده بقى كده، واستغفر ربنا واحوقل على قد ما اقدر، ويعني كل الذكر اللي انا حافظاه بيبقى في لساني في الوقت ده، ما بضيعش الوقت ده، على قد ما اقدر بستغفر ربنا، على قد ما اقدر بصلي على الرسول، اي ذكر يجي على لساني وقتها بقوله، يعني مش شرط ذكر معين، لا انا ممكن اقول مثلا ذكر معين يوم كامل تحسوا ان هو ايه لازق في لساني كده، تاني يوم تحسوا ان هو مش جاي في بالي اساسا، مش متذكراه، في حاجة تانية يعني اصلي على النبي طول النهار، اذكر الله طول النهار، مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الحاجات دي كلها بناخد يعني ملايين الحسنات، وما بنبقاش عارفين الوقت ده ان احنا ايه، كل اللي علينا بقى ان احنا نخلص وقتنا بسرعة، نخلص المواعين بسرعة علشان نقعد، عشان نرتاح، عشان مش عارفه ايه. طب ما انتي معاكي الوقت ده انك تستغفري ربنا فيه وتبقي ذاكرة ربنا، ويعدي في حاجة يعني حاجة سهلة، يعدي بالنسبة لك انت في حاجة سهلة، ويعدي كمان واخد ايه حسنات، تاخدي منه حسنات، تستغليه بمعنى اصح، الوقت ده يبقى استغلال بالنسبة لك.
خلاص بقى يعتبر خلصت المواعين، ما اخدوش معايا وقت وما اخدوش مجهود خالص، لانهم كانوا شويه صغيرين. هما بس كانوا كانوا مالين الحوض كده علشان ما فيش حاجه مترتبه في الحاجه التانية. يعني مثلا الكسرولتين ما كانوش محطوطين على في بعض، لا ده كانوا محطوطين على بعض. الصينيه دي كان مكانها برضو لحمه مفرومه، كان محطوطه برضو في الحوض. هنا اللي ظهر فجأة ده مودي ماسك يمام وكان جاي يوريهولكم، فهو ظهر حته صغننه كده، فقلت له اسكت هتهز الكاميرا. قال لي لا انا هوريهولهم. هو فكر كده ان هو صور نفسه يعني وهو ماسك اليمام. هجيب بقى الكوبايات كده واغسلها برضو، ونبقى كده خلصنا المواعين بتاعتنا وعدت بسلام. طبعا كل حاجة بتاخد مجهود ووقت وتعب وكل حاجة، لكن لازم احنا ستات بيوت شاطرات، وما ينفعش ان احنا نسيب مطبخنا كده طول ما احنا في الشقة. يعني بيجي علينا الوقت ان احنا نضطر ان احنا نسيب حاجة زي دي ونطلع مثلا بره، يجيلنا مشوار مفاجئ، اي حاجة مفاجأة. لكن طول ما انت واقفة في الشقة ما تسيبيش اي حاجة من دي، هتلاقي الشقة بتاعتك رايقة، هتلاقي حتى نفسيتك انت متحسنة. يعني مش هتحس ان في كل ضغط بقى فوقك، لا، اول باول كده تحس ان حاجه كده معديه زي الهوا، زي النسمه زي ما بيقولوا. جبت الصينيه دي بقى علشان احط كوبايه كده تتصفى عليها، وبعدين اشيلها في الرشاقه. لان انا لما باجي اشيل الكوبايات في الرشاقه بتبقى فيها ميه وبتدخل في الكم بتاعي بتبهدلني حرفيا علشان انا قصيره، فبضطر ان انا اشب كده شويه علشان احط الكوبايات. فتحسوا ان بغرق نفسي. حتى انتوا هتلاحظوا كمان بعد ما خلصت الروتين بتاع المطبخ كده ان انا غيرت هدومي، وبعدين دخلت بقى سخنت الاكل وانا هدومي تانية. نسخن الاكل برضو، هوريكم الاكل اللي انا جايباه من عند ماما، وكمان هتشوفوا ايه اللي زاد كمان في الاكل. يعني ربنا ما بينساش حد يا جماعة والله، يعني هي جت كده مع نفسها. خلاص خلصت بقى الحوض، وندي الحوض بقى غسلة لطيفة ومتينة كده، بحيث بقى ان الحوض بتاعنا يبقى بيبرق. عاوزة اقول لكم ان الحوض اساسا بتاعي بيبرق، لكن اللون التاني اللي فيه ده تحس ان هو مدي على لون زرق شوية كده. انا حطيت فيه فلاش انكب مني يعني غصب عني، كان الكيس مخروم ونزل لي فيه فلاش. طبعا ما نبقاش في المطبخ غير لما ناخد البوتاجاز بتاعنا. ده البوتاجاز بتاعنا نضيف يا ست، اغسلي اغسلي وانت ساكتة. البوتاجاز بتاعك طول ما هو انت ايدك فيه كده هيتن بيبرق، هيتن جديد، هيتن. بصوا الناس كلها بتشهد ببوتاجازك ونظافتك. يعني انا بقالي دلوقتي 10 سنين متجوزة، بوتاجازي ما قالش يا عيني، يا دوبك بس اللي باظ فيه العيون اللي هي اللي فوق ديت، اللي هي مش عارفة اسمها الكوبش، مش عارفة الغطيان دي بس اللي باظت. لانها اساسا نوعها هي كده، انا سألت كذا حد بيقولوا هي بتتاكل اساسا من النار وكده. فالبوتاجاز بتاعي اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده 10 سنين ما قالش والله. بصوا يا عيني حتى اهو. بعمل بحط شويه صابون والسلكه اللي انا غاسله بيها المواعين مكان المواعين كده، واغسل بها بوتاجازي ايا كان بقى، سلكه نظيفه هتستخدمي، اي مسحوق تستخدميه بتحبيه، سترس عندك، سترس عندك، لهلوبه عندك، باور، كل ده. لكن بستخدم الحاجات دي لما يكون فيها دهون ومش عارفه اغسله. لكن يوميا اللي انتوا شايفينه ده هو اللي بيحصل. بعد كل غسيل مواعين لازم اخد البوتاجاز كده شطفه كده. مش هقول لكم اغسلوا الحوامل لان انا ما بغسلش حوامل كل يوم، ما بقاش كدابه يعني. حطيت الحوامل بتاعتي، وتعالوا بقى نبدا في تجهيزات الفطار. كان عندي شويه جزر كده لقيتهم هيبوظوا في التلاجة، وكل يوم انا مركزه على الحاجات اللي انا مخزنها. بس لقيت العربيه بتاعه البرتقال معديه اول امبارح، بتبيع 3 كيلو برتقال ب10 جنيه، فقلت مش مشكله انا هجيب 3 كيلو واخليهم عندي. وكنت كمان مسوقة ايام من العزومة، اليومين بتوع العزومة اللي عدوا دول. كنت مسوقة وكان عندي الجزر ده، قلت الجزر هيبوظ مني، عملت منه كمية ودول كانوا فاضلين. فعندي برتقال وعندي جزر، فقلت بدل ما اطلع بقى مانجا او برتقال وجزر من المتفرزين، لا انا هعمل الحاجات دي علشان ما تبص مني. واللي متفرز اهو متفرز، لو قعد معايا سنة سنتين مش هيجراله حاجة في التلج. فقلت بقى اجيب الجزرتين اللي فاضلين دول، كانوا 3 4 جزرات كده، قشرتهم وهعمل برتقان بالجزر. بعمل دلوقتي، مسكت الجزرايه قشرتها واخدها بقى اغسلهم غسله متينه كده 3 4 مرات كده، شطفه حلوه وشويه ميه عليهم. وبعدين اعلق عليهم على النار واسيبه بقى يستوي تماما تماما تماما.
هعمل ايه دلوقتي؟ كان عندي كيس البرتقال بقى اللي انا كنت جايباه بقى لي 3 ايام ومركون كده ومحدش بيجي ناحيته، فالمفروض ان انا ايه اقشره واحطه في الفريزر طالما احنا مش سائلين فيه اساسا. تحسوا ان احنا بنفطر وما بنجيش ناحية فاكهة. حتى عندي موز كده ماليه الدنيا دبان وما بنجيش ناحيته. لو في فطار في الايام العادية يعني ايه الموز بجيبه النهاردة تاني يوم ما بيباتش عندي حرفيا. فقشرت 3 4 برتقانات كده، وكده كان الجزر خلاص استوي. وهنا بقى بعد ما طلعت من المطبخ، خرجت من المطبخ غيرت هدومي، وكان فاضل على الاذان بالظبط ساعة الا ربع دلوقتي حاليا. فقلت اعمل ايه؟ طلعت الاكل بقى اللي انا جايباه من عند ماما على شويه رقاق كده كان عندي في التلاجة برضو من قبلها بيوم، اليوم اللي انا رحت عند ماما فيه. وده بقى كان كل حاجه من عند ماما. المحشي اللي انتوا شايفينه ده المحشي الكرنب ومحشي كوسه، وكانت مدياني كمان رقاق باللحمه، حطيته فوق الرقاق اللي انا كنت عاملاه اساسا اللي كان عندي فايض عندي. وهعمل ايه دلوقتي؟ هشغل عليه النار. كان ماما كان مدياني كتف فرخه كمان اهو، وهشغل عليه النار بقى واسيبه ايه مع نفسه كده مع كوباية مية. المية دي فايدتها ايه؟ ان هي بتتبخر وبتسخن لي الحاجة بسرعة. وبعد ما يسخن شوية او الصينية تسخن دي، هقوم مدخلاه الفرن ومسخنة الفرن عليه، واسيبه بقى يسخن مع نفسه كده. لسه فاضل ساعة الا ربع. حلوين قوي 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 انك تسخني اي اكل موجود عندك. بما اني بقى النهارده تحسوا ان هو يوم شحاته كده، هوريكم في اخر الفيديو برضو انا شحت ايه او جالي ايه من بره على الفطار يا ولاد. النهارده يوم بركه كده من اوله لاخره، يعتبر انا ما عملتش حاجه غير ان انا نضفت المطبخ بقى والفطار جاي لي على الجاهز. مع ان الاكل احنا عاملينه عند ماما، واحنا يعني انا واخواتي وكده، وكان ايدينا كلنا فيه، يعني انا مشاركه في الاكل ده. لكن تاني يوم كده عندك اكل تبقي انت باشا، بتحسي ان انت كده على الدنيا السلام، وراكيش اي حاجه. المهم بقى جيت هنا جبت شوية جزر من اللي انا سلقاه على برتقانتين. اهم حاجة البرتقان بتاعك يكون بلدي، لان البلدي بيبقى ايه طعمه حلو في العصير. ما تقوليليش بقى هجيب برتقان بسرة، اجيب برتقان سكري. هو البلدي بتاع العصير يا جماعة، متجيبيش اي برتقان تاني. لان انا جربت اللي بسرة ما كانش البلدي لسه طلع ولا ليه اي طعم، ولا كأنه برتقان بالجزر ولا كأن حاجة. البرتقان ده او العصير ده مفيد جدا جدا فوق ما تتخيلوا. الاطفال عندي ولادي بيعشقوه. هنا عملت ايه؟ ضربت اول شفشق وبعدين صفيته وبعدين جبت تاني شفشق اهو. انا بعمل شفشقين كده لان احنا بنفطر، وولادي بيحبوا العصير على الاكل، يعني احنا بنبلع بالعصير كده طول ما احنا بنفطر. ومن ناحية تانية لما ببقى ايه مش خارجة يعني برا، طبعا كلكم عارفين الوقت ده بيبقى وقت بقى هدوم بقى من برا، هدوم عيد كل سنة وانتم طيبين وكده، ففي خروجات كتير في الايام دي. لكن اليوم ده طالما انا مش خارجة بعمل شفشقين عصير، علشان انا من محب العصير شوية، فرايحة جاية على العصير كده تمام. عملت الشفشقين بتوع العصير، ومن هنا لهنا لهنا لهنا. طب بتحيري العصير ليه؟ بحير العصير علشان بيبقى مثلا ايه، لو شفشق مثلا جه عادب مني شوية إيه يعمل الشفشق التاني، لو شفشق جه خفيف مني شوية يظبط الشفشق التاني. اكيد انتوا فاهميني يعني تمام. خلاص بقى بعبي الكوبايه دي وبعبي الازازه بحطها في الفريزر بحيث ان هي تسقع شويه على المغرب، والكوبايه ايه بتبقى للولاد. هنا بقى نسيت خالص، كده خلاص المغرب بيقول الله اكبر، فانا نسيت خالص الكوبايه الازازه اللي في الفريزر. صبيت بقى من الكوبايه كده، وكده كان العصير برتقال بالجزر. وهنا بقى كان الاكل بقى خلاص سخن، وهبدأ ان انا اغرفه بقى، احط بقى الرقاق في طبق كده لوحده علشان ايه مش مستحب يعني ان انا احط الصينية بحالها وناكل منها. كان ممكن ان انا عملت كده بقى ما هو يوم كسل، يعني يوم كسل من اكل، يوم كسل من كل حاجة. فقلت لا، انا هرص الاكل كده كل حاجة لوحدها علشان الاكل يبقى ايه شيك كده ومنظم ومهندم وكده ناكل يعني ونفسنا مفتوحة. هحط الرقاق كده في طبق، وهجيب طبق كمان احط فيه الكوسة والقطعة الفراخ الموجودة. طبعا كان بايدي ان انا اطلع بقى فراخ واعمل اكل جديد، لكن انا حرام ان الاكل ده يبقى كله موجود. وماما مدياني اكل كتير، وكان عندي زي ما قلت لكم شوية رقاق، فقلت ايه نقضي بيه يومنا يعني. هنا بقى هفضي بقى المحشي ده. الصينية كان سخنة جدا وكان مطلع بخار، وانا ناسية اساسا ان انا ماسكاها بايدي ومش عارفة مالي كده.
وبعد ما خلاص غرفت الاكل، حماتي ربنا يبارك لها نزلت لي الطبق المحشي ده، كان لسه سخن مولع راخر، يا دوبك لسه متصب كده من الحله. وصدق اللي قال الشحات لي نص الدنيا يا جماعه، شايفين؟ يعني اللهم بارك، السفره دي كلها جايه لي من بره، فضل ونعمه من عند ربنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وهستنى لايكاتكم وتشجيعاتكم ليا. دمتم في رعايه الله.